الحب بدون اهتمام بينهي أي علاقة مهما كانت قوية. حكاية شاب وبنت حبوا بعض بجنون، بس المشكلة الأساسية الشاب كان دائما بيطنش البنت ودائما يكون مشغول. تمرق الأيام والليالي وهو تاركها لحالها، ليوم اللي توفى أبوه للبنت وانهارت تماما وما لقيت غير حبيبة يكون حدها ويسندها. ما ترددت ودقت له. لك رد علي. أنا مشغول. لك أنا بحاجتك. لك ما فيني، ماني فاضي لك. لك أنا. سكر الشاب بوش البنت بدون ما يعرف شو فيها، تركها وقلبها مكسور وهي بأمس الحاجة إله. تركها وخذلها بأبشع موقف الحياة اللي بتمرق فيه. تركها تعاني من فقدان أبوها بدون ما يسمعه ويوقف حتى. البنت انقهرت كتير وبكيت لنشفوا دموعها على سند قلبها اللي خسرته، وخسرت كل شي كانت بتملكه بالدنيا. ومرق وقت ودارت الأيام وكل مين سكت من عنده، لليوم اللي حس الشاب إنه اشتاق له ودق له. كيفك حبيبتي؟ منيحة، شو بدك؟ ليش عم تحكي بهاي النفسية؟ شو صاير معك؟ ما صاير لي شي. ليش دقيت؟ لأنه اشتقتلك وبدي أحكي معك. اشتقتلي؟ وين كنت كل هالوقت؟ كنت مشغول. حاجتك بقى أعذار وكذب بكفي، لك أنا مليت منك. شو قصدك من هالكلمة؟ بكل مرة بتغيب وبتحط الشغل حجة، بس هالمرة لا أكيد أنت صاير لك شي. ايه صاير لي، لأني وثقت بواحد رخيص مثلك وعطيته قلبي. زيني كلامك ولا عاد تخربطي بالحكي. لا بدي خبص. شو بدك تعمل يعني غير انك رح تعمل لي بلوك؟ انت بتعملي بلوك وانا بوصل كل شي لابوكي. ما تحكي عن ابي، دير بالك تجيب سيرته على لسانك. مازال خايفة على ابوكي الحنون، لكن رح احكي له كل شي. لازم احكيه واشكي له على هالبنت المربية التربية اللي مربيكي اياها. ايه ريتك تروح لعنده لحتى تعرف تحكي معه مزبوط. ليش لما اروح لعنده؟ ليش وين سافر؟ سافر على جنة الفردوس اللي بعمرك وحياتك ما رح توصل له. شو عم تحكي؟ ابوكي مات؟ امتى وكيف؟ مات لما حكيتك اخر مرة وكنت مشغول. مات لما كنت بعز حاجتي إلك. مات لما انتهت روحي. لك مات لما قلبي انكسر. مات لما الدنيا سودت بوشي. مات لما فقدت سندي الوحيد. مات لما خسرت كل شي بدنيتي. مات لما روحي طلعت من جسدي. مات لما حياتي انتهت بدونه. عرفت كيف مات ولا كفي لك كمان؟ أنا آسف والله ما بعرف شو بدي أقلك. ما تقلي شي أبدا. أنا وقت اللي كنت بحاجتك أنت تركتني لحالي. لك تركتني ومشيت، ما اهتميت. وأنا هلأ رح أتركك وأمشي وما بيهمني أمرك. حبيبتي طولي بالك، هذا قضاء الله وقدر، كلياتنا على هذا الطريق. ما تقول حبيبتي، ما بدي اسمع صوتك مرة تانية، عم تفهم؟ لك أنا بكرهك كتير. سكرت البنت الخط مثل ما سكروا بوشها يوم من الأيام. تركت الشاب بعذاب ضميره وقهرت قلبه مثل ما قهرها. ومرقت الأيام وكل مين عاش حياته على طريقته. والبنت تزوجت وأخذت شاب بحبها بجنون، والشاب أخذ بنت من تنقاية أمه وعاش أيام كلها قهر ونكد. وصار يتذكر حبيبته كيف كانت تحبه وتهتم فيه، وهو كان هاملها وندم كتير على اللي كان يعمله فيها. وهيك بتكون انتهت قصة الحب بدون اهتمام. العبرة من القصة الحب بدون اهتمام ووفاء وإخلاص بلا طعمة. الحب شي كتير حلو بس تكون تعرف كيف تعيش هالحب بكل صدق. الحب بدون اهتمام مثل المي على النار، بعمرها ما رح تشتغل. وهذا الحب إذا ما في نار ما رح تشتغل القلوب بالحب.